السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نشوف الجمال ده والحلاوة ديت عاملين ايه. وحشتوني كتير اوي اوي. قبل اي حاجة كده نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحشتوني يا جماعة والله كتير اوي اوي. طبعا انا بقالي فترة ما نزلتلكوش فيديوهات، بس ان شاء الله بقى هنستمر على طول. متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وتقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديوهات، ويوصلكوا كل جديد كده يا جماعة، عشان خاطر كده ربنا يوفقنا يا رب احنا وانتم والمسلمين جميعا. قبل اي حاجة بقى زي ما انا قلتلكوا نسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا طبعا كان عندي الملوخية الناشفة ديت كنا منشفينها، وجبت بقى الازايز الحلوة ديت او الجرادل او البرطمانات. طبعا ازايز حلوة جدا لخزين الملوخية والحاجات بتاعتنا، طبعا المكرونة الشعرية، أي حاجة موجودة عندك تخزنيها فيها، هي حلوة جدا وعملية جدا 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 كمان. عايزة اقولكوا بقى ملكة اللي كانت رامية الازاز دي ومبهدلة الدنيا معايا. انا كان عندي بقى الملوخية نشفتها بالطريقة دي، فعبيتها بقى في الازاز بتاعتي ديت عشان تحافظ عليها. ممكن لو انت حابة تحطهم في التلاجة بتحطوا بكل سهولة، مفيش اي مانع طبعا. أنا كده بقى مليت البرطمان بتاعي أو العلبة بتاعتي أو الإزازة زي ما تسموها. هيتبقى طبعا مني شوية هعبيهم في برطمان صغير. البرطمان التاني ده طبعا هعبي فيه فول مدشوش يا جماعة. كانت حماتي، الله يصلح حالها كده يا رب ويبارك فيها، لقيتها جايبة لي فول مدشوش، فطبعا أنا هعبيه في الإزازة بتاعتي ديت. والإزازة التالتة بقى هحط فيها كان عندي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استنوا يا جماعة اما افتكر كده اسمه ايه. كركديه. كان عندي شوية كركديه يا جماعة، فقلت ايه هعبهم برضو في الازازة لان انا حطاهم في الكيسة ونسيهم خالص. فطبعا طول ما احنا حاطين الحاجات كده وحاطين الكيس على بعضها بنبقى ناسيين الحاجة هي ايه. عشان كده شوية الكركديه اللي عندي عبيتهم في الازازة بتاعتي، عشان خاطر ان انا ابقى عارفة الكركديه بتاعي فين، ويبقى عارفة حاجتي وعارفة انا عاينة ايه وحاطة ايه بالظبط. لكن طبعا كل حاجة في الاكياس وبتحطيها في قلب الضلفة وما انتش فاكرة الحاجة ولا انت عارفة انت حطيتها ازاي ولا ايه. فالفكرة دي حلوة جدا وجميلة جدا، والازايز دي بتسهل علينا كتير وعملية جدا جدا يا جماعة والله. طبعا عبيت بقى الفول المدشوش بتاعي، كان لسه برضو عندي شوية في التلاجة، قلت اما احطهم بقى على بعض. طبعا وليد بيجيبهم لي من التلاجة، عايز يشقطني يقول لي شقطتني يا ماما كده وانا شقطك. فهو مبسوط بقى ان انا بشقطه وهو بيشقطني كده. فالماما بقى حطيت شوية الفول على شوية الفول دول وحطيتهم طبعا وغطيتهم وسبتهم. انا بندم ان انا ما جبتش اتنين كمان والله من الازاز دي يا جماعة، حلوة جدا. طبعا دول شوية الكركديه اللي انا قعدت افتكر في اسمهم. فضيتهم بقى هنا بالطريقة ديت، هما مش كتار طبعا بس عشان هما هشين تحس ان هما كتار. فانا فضيتهم وحطيتهم بقى في قلب البرطمان ده عشان ابقى فاكراهم على طول. وهاني البرطمان ده هحتاجه طبعا في خزين اي حاجه. عايزه اقول لكم الازاز دي ما كانتش غاليه اما انا اشتريتها، والبرطمانات اللي انا جايباها ديت كانتش غاليه خالص يا جماعه، كانت رخيصه جدا ما كانتش غاليه. طبعا الوقت حاليا بقى ما مش عارفه هي بكام. قولوا لي الاضاءه مظبوطه والاضاءه حلوه كده يا جماعه ولا ايه؟ انا حاسه ان هي مزغلله شويه، فمش عارفه ده بقى عيب مني ولا عيب في التليفون ولا ايه بالظبط. انا هنا بقرب لكم الدنيا عشان تشوفوا برضو الخزين حاجتي والخزين بتاعي عامل ازاي، فبقرب لكم اكتر عشان تشوفوا الحاجة. اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني الحاجات حلوة جدا. عايزة اقول لكم بقى انا فرحانة طبعا ان انا نقلت في المطبخ بتاعي، ومطبخ واسع وكبير ومساعدني طبعا. فطبعا عامله له بقى ايه روتين حلو كده. بس قبل اي حاجة بقى قلت ايه اما اغسل البطاية بتاعتي الحلوة المقطقطة ديت واولع عليها الاول. بعد من كده بقى انكش بقى المطبخ معاكم وتقولوا لي ايه رأيكم في المطبخ. احنا طبعا كشعب مصري كده وكسيدات بنحب الكركبة جدا، بس من هنا ورايح ما عادش فيه كركبة خالص. مقعدناش هنكركب بقى، والحاجة اللي احنا مش محتاجينها ومش عايزينها ممكن لو حابين ان انتوا تعينوها عينوها، ممكن تطلعوها لاصحاب نصيبها زي ما انا هعمل كده دلوقتي.
يعني ممكن تطلعوا الحاجة اللي انتوا مش مستخدمينها يا جماعة ادوها لاصحاب نصيبها، دي حاجة عادي جدا. طبعا زي ما انا قلتلكوا في ناس كتير غلابة واحنا كلنا غلابة، بس في ناس محتاجة ما عندهاش اللي موجود عندك، وفي ناس ما عندهاش فكرة بترمي الحاجة وبتستهتر بيها طبعا. بس انا من النوع اللي بحب احافظ على الحاجة، ما بحبش ان انا ارمي الحاجة ابهدل الحاجة. لا انا احب مثلا لو في ناس محتاجين الحاجة ابعتها لهم، مفيش اي مشكلة طبعا. إيه يعني مش خسارة في اي حد محتاج مننا الحاجات ديت. فأي حاجة موجودة عندنا احنا مش محتاجينها فممكن نديها لاصحاب نصيبها يا جماعة، دي مفيش اي مشكلة خالص. وعايزة اقول لكم كمان يعني احنا عندنا حاجات كتيرة قوي، عندنا حاجات بملايين يا جماعة. الحاجات اللي في النيش ديت بملايين والله، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده الحاجات اللي في النيش غالية جدا. فانا بصراحة كان انا ليا مزاجي ان انا الغي النيش بتاعي خالص واطلع حاجتي واستعملها و... واشتريهم بقى خالص من الشقة كده. قولوا لي ايه رأيكم في الفكرة ديت، اشتري النيش بقى ولا ايه؟ انا هستنى برضو ان انتوا تردوا عليا وتقولوا لي رأيكم. طبعا جبت البطاية بتاعتي المقطقطة الزقنطوطة ديت، بدعكها بالفلفل الاسمر كده. انا بحب ادعكها كده بالفلفل الاسمر كلها عشان تبقى حلوة معايا، ميبقاش فيها ريحة زفارة ولا حاجة. جبت طبعا بقى الحلة بتاعتي. الحلة بتاعتي يا جماعة الجديدة، ده الطقم الجديد بتاعي. انا طبعا مبسوطة بالطقم بتاعي ده قوي، وحلو جدا وبيسهل عليا. حطيت بقى البطاية بتاعتي وحطيت البصلاية، حطيت فص توم واحد بحاله كده. حطيت بقى ورقة لوري، حطيت البهارات بتاعتي، شوية ملح طبعا حلوين معتبرين كده يا جماعة. بعد من كده بقى اسيبها مع نفسها تستوي بقى مع نفسها. حلوة الكبة اليدوية ديت، يعني انا مش عارفة هي لها اسم تاني بس انا معرفش الا الكبة اليدوية. عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا كنت جايبة الكبة فعلا اليدوية اللي هي بتضغط عليها من فوق، كانت جميلة جدا جدا والله وحلوة، بس السلاح بتاعها اتكسر اللي هو بتضغطي عليه. حاولت اصلحه كم مرة منفعش معايا، فانا زعلانة عشانها والله اوي لان هي جديدة فعلا. ده طبعا البصلة بتاعتي انا ببشرها في قلب الكبة ديت. عايزة اقول لكم ان وليد ما بيحبش البصل في الاكل خالص، فانا بحاول ان انا انعم الحاجة عندي او البصل بقى عشان هو مبيحبش البصل في الاكل. حطيت طبعا معلقة سمنة بلدي حلوة كده، شوحت نص البصلاية والنص التاني سبته. هقول لكم انا راح اعمل بيها ايه. انا حابة ان انا اعمل المرتة اللي في قلب البطة بالرز، يعني انا حابة الرز بتاعي ده. البطاية احنا بنعمل لها مردة ببصل في قلبها كده بفلافل، بتبقى مكترة لها الفلافل بتاعتها بفلفل بحاجات من دي، طبعا بتبقى طعمها جميلة جدا ومستوية جدا جدا. انا بقى حبيت اعملها، بس حبيت اعملها بطريقة مختلفة. انا حطيت نص البصلاية اتشوحت بس، غسلت الرز بتاعي طبعا غسيل حلو، نزلت بالبصلاية بتاعتي وهي فيها شوية فلفل اسمر. حطيت بقى شوية بهارات مشكلة عندي. وحطيت طبعا الفلفل الاسمر، ودعكت البصلاية ديت بالرز، دعكتها كويس جدا ودعكت الفلفل الاسمر فيها. وبعد من كده حطيت بقى الرز بتاعي ده على النار، ما شاء الله كانت ريحته جميلة جدا وكان طعمه حلو قوي قوي. انا طبعا يا جماعة ما كترتش فيه البهارات ولا كترت فيه البصلاية. عايزة اقول لكم ان الرز ده لو عملتوه كده لوحده كلنا بنحب الرز ده، او بنحب المرتة اللي في قلب البطة او في قلب الفراخ، بتبقى طعمها جميل جدا وطعمها حلو قوي قوي. فعايزه اقول لكم لو انتوا جربتوها بقى لوحدها كده وطبختوه رز لوحده كده بالطريقه ديت هتعجبكم احلى واحلى يا جماعه. انا حبيت ان انا اغير في الرز بتاعي واعمله بالطريقه ديت النهارده. ما حبيتش اعمله رز بشعريه، ولا حبيت ان انا مثلا اعمله طبعا رز ابيض عادي من بتاعنا العادي. لا انا حبيت ان انا اعمله النهارده المرتة بتاعتي ديت مكان ما احطها في قلب البطايه. طبعا بقى هنا انا دعكته بقى ببعض اهوت وخلاص حطيته، هسيبه بقى يستوي مع نفسه كده. وتعالوا بقى نشوف النشاط بتاع النهارده والفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم
وتتبسطوا منه طبعا، وتحطوا لي لايكات كتير طبعا يا جماعة. انا طبعا دي حاجة بتبسطني قوي ما تحطوا لي لايكات كتير قوي قوي، وتقولوا لي طبعا في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو. انتوا يا جماعة انتوا بتكسلوا تكتبوا لي ولا ايه؟ انا ما عدتش بشوف حد بيكتب لي خالص يا جماعه، فده حاجه مزعلاني قوي. انا كان بيبسطني قوي ان انتوا بتكتبوا لي ومتابعيني، وطبعا بتقولوا لي انتوا متابعيني منين. كان في اكتريه الناس منكم كانوا بيكتبوا لي على طول ان هم متابعيني منين. طبعا بقى انا جبت الكرتونه بتاعتي ديت، حطيت بقى فيها الحاجات بتاعتي اللي انا مش عايزاها او اللي هي زيادة عندي. يعني في ناس غيرنا محتاجين الحاجات دي يا جماعة، فانا ما برميهاش خالص. او مثلا ان انا هعملها عادي لو فيها حاجة مكسورة ولا كده، طبعا غيرنا بيبقى محتاج الحاجات دي والله ما مش موجودة عنده، مش لاقيها اصلا. الحاجات ديت ما يعني في ناس كتير غلابة أوي أوي يا جماعة والله مش لاقيين أي حاجة من دي. فأنا طبعا يعني أنا ببقى عارفة حد معين أنا بودي حاجتي لمين أو حابة اديها لمين. أو مثلا مش حابة ان انتي تدي حاجتك لحد وتعينيها، مفيش أي مشكلة طبعا ممكن تعينيها عادي. بس أنا حبيت ان أنا أطلعها لأصحاب نصيبها، وحبيت طبعا اطلع اللي انا عايناه في النيش استخدمه. يعني حرام لما يكون عندي نيش في حاجات بملايين وافضل ركنها في قلبه، واجي اطلعها الاقيها اتكسرت. والله يا جماعه الحاجه ما بتطلعيها من كتر الركنه بتلاقيها متكسره، تيجي تستخدميها كده، او احيانا تلاقي الحاجه في النيش او عندك تقوم مفرقعه لوحدها. الحاجة بتقوم مفرقعة لوحدها والله. فليه بقى ليه يا جماعة؟ ليه ما احنا نستخدم حاجتنا ونفرح بحاجتنا وتبقى حاجتنا. يعني ما هيش حاجة العمر، البني آدم نفسه بيموت يعني الحاجة مش هتتكسر. احنا ما احنا كل يوم بنجيب وبنشتري، وطبعا الحاجة عادت غالية جدا. فانا قررت النهاردة ان انا اطلع حاجتي وافرح بيها طبعا واستخدمها. واكتر حاجة طبعا فرحانة بها ومبسوطة بها طقم الحلل بتاعي السلستين العسل ده، فرحانة بيه طبعا. فانا بقى طلعت كده، حبيت انكش نكشة حلوة كده يا جماعة. طلعت بقى الحاجات اللي في الدولاب كلها، وحبيت بقى ان انا انا مش عارفة انتوا سامعين الصوت معايا، صوت العربيات والدوشة ولا ايه بصراحة يعني. وحبيت بقى ارص الحاجات اللي انا هستخدمها، والحاجات اللي انا مش هستخدمها طبعا وهحتاجها بعد من كده هعينها في ضلفة وهقفل عليها. يعني انا الحاجات اللي انا مش هستخدمها هعينها في ضلفة واقفل عليها، اما احب استخدم منها حاجة هطلعها طبعا. انا هنا طبعا برمي الاكياس عشان انا هستخدم الطقم ده ان شاء الله يعني مش هعينه. وانا جربت فيه الرز على فكرة يا جماعة قبل كده كان حلو قوي. وانا بحب ان انا اعمل الرز في اللحوقة او في الطاسة بتاعتنا اللي انت شوفتها ان انا حطاها على البوتاجاز ديت. انا جايباها يعني لوحدها كده، انا بحب اطبخ فيها رز قوي قوي، بحب اعمل فيها يعني الاكل بتبقى جميلة جدا ولذيذة. هنا بقى انا فرحانة طبعا بالطقم فبرمي الاكياس. انا مش هرميها طبعا، انا هبلة، انا مش هرمي الاكياس يا جماعة. الاكياس بتاعت الغطيان وبتاعت الحلة سليمة جدا، فعشان كده مش هرميها، انا هعينها هستخدمها في اي حاجة لانها هي نظيفة. احنا طبعا بنحتاج الاكياس ديت على طول، فعشان كده انا بلمها وبعينها. انا لفيتها ببعضها اهو، طبقتها ببعضها. ده طبعا طقم كان عندي، طقم بالغطيان بتاعه كده اللحوق يعني يا جماعة، بالغطيان بتاعته طقم على بعضه. انا كنت مستخدمة منه واحد بس، والاتنين دول الكبار. يعني انا خدت اصغر واحد فيهم وسبت الاتنين الكبار دول زي ما هم جداد كده، ما استخدمتش فيهم حاجة ولا استعملتهم لسه. بقيت اللحوقي بقى بتاعي كده والكسرونات والحاجات دي هلمها على بعضها طبعا وعينها في قلب الضلفة، لان انا عندي البديل لها عندي اهوت اللحقي، وعندي حاجات تانية فانا مش هستخدم ده ومش محتاجاه في حاجة. فمش مفيش مشكلة مسيري هحتاج الحاجات دي طبعا، يعني مفيش حاجة بتفضل. الطقم بتاعي الاحمر الصاج ده يا جماعة انا هطلعه مش هستخدمه. انا كنت سايباه في قلب الضلفة بس رجعت تاني قلت لا انا هطلعه. الصواني طبعا ديت انا بستخدمها بسيط جدا، بس عشان انا واخدة على الألمونيا والحاجات دي فمش حابة ان انا اعمل فيها اي حاجة يعني، مش مرتاحة فيها قوي. طبعا اللحوق بتاعي الجميل العسل ده طبعا ما استخدمتوش.
فعِنته. التاني ده طبعًا اللي أنا كنت مستخدماه وكان واقع منّي فمتطبّق، فعايزة طبعًا إن شاء الله أجيب شاكوش كده وأعدله، مش هيجرى له أي حاجة والله. هنا بقى الحِلَل بتاعة الألمونيا الفلاحي اللي إحنا ما بنقدرش نستغنى عنها طبعًا. كل بيت مصري فيه الحِلَل الألمونيا بتاعتنا ديّة ما بنستغناش عنها خالص يا جماعة. فطبعًا أنا رصيتها فوق بعضها طبعًا كده وسِبتها، ديّة الكسرونة بتاعتي أو اللبّانة زي ما تسموها برضه. أنا باحب أستخدمها جدًا لإنها هي غويطة وحلوة أوي. دي طبعًا بقية الحاجات بتاعتي، أنا باجيب حاجات من المطبخ التاني وباحط هنا طبعًا. دي جديدة لسه ما استخدمتهاش، فهاعينها طبعًا لمّا أحس إن أنا عايزة أستخدمها هاطلّعها ما فيش أي مشكلة. دول اللي أنا باستخدمهم على طول وباحب إن أنا أعمل فيهم حاجتي. ما فيش طبعًا أحسن من الألمونيا والله الفلاحي، وما فيش أحسن من كده خالص يعني. بعد من كده بقى أنا حطيت الحاجة بتاعتي أهوّة، الحلة دي طبعًا أنا باستخدمها برضه. أنا باستخدمها لحاجات معيّنة بس مش باستخدمها في طبيخ وكلام من ده، أنا جايباها لحاجات معيّنة. دي طبعًا أختي اللي كانت عاطياها الله يصلح حالها ويبارك فيها يا رب. هنا بقى الضلفة بتاعتي دي أنا رصيت فيها الحاجات أهوّة. وهنا اللي أنتم شايفينه في الضلفة ده الحاجات اللي أنا حاطاها. أنا أصلًا ناسية والله يا جماعة ما أعرف إن الكاميرا كانت مفتوحة، أنا مفكرة إن أنا قافلة الكاميرا ورايا. الحاجات بقى اللي محطوطة على الرخامة دي كلّها، أنا طقم السكاكين ده كان طقم جديد وما كنتش فتحته خالص. فجيت أبُص لقيت حبيبة فاتحاه ومستخدماه، فقُلت ليه وأنا هاعينه ليه بقى، ما أنا هاطلّعه وخلاص ما فيش أي مشكلة ما استخدمه. عندنا سكاكين كتير، يعني الشنط اللي إحنا عاينينها دي عاينينها لإيه؟ شنط السكاكين والمعالق دي متعانة لإيه يا جماعة، متعانة لإيه أنا عايزة أفهم. إحنا أمّا المعالق بتبوظ أو ما عادتش حلوة بنروح نشتري غيرها. بننسى طبعًا إن إحنا عندنا شنطة معالق أو شنطة سكاكين. السكاكين نفس الموضوع، بتسيبي الشنطة متعانة زي ما هي. طب أنتِ عايناها لبنتِك مثلًا، لو عايناها لبنتِك وجديدة وحلوة ما فيش أي مشكلة ممكن تعينيها لبنتِك عادي. لكن يا جماعة والله الحاجة مش بتتعان، لازمًا إن أنتِ تستخدمي حاجتِك أي حافظي عليها وأنتِ بتستخدميها. طبعًا ده كُلمن الزغنطوط ده بتاع العصير ده أنا كنت جايباه لرمضان. ده ترمس شاي، بصراحة أنا باحب الترمس ده أوي وما لحقتش أفرح بيه يا جماعة، لإن كنا في يوم رايحين نصيف ووقع من العربية اتكسر، فأنا عايناه يعني قُلت ربما يتصلح في يوم من الأيام، فما رضيتش إن أنا أهمل فيه ولا أبيعه في أي حاجة. طبعًا الطقم العسل اللي أنتم شُفتوه طبعًا ده طقم صواني للكيكة، للفراخ، للحاجات ديّة، بس أنا باحب الطقم ده جدًا. ما شاء الله، ما شاء الله زي ما أنتم شايفينه طقم حلو أوي وجميل. فأنا باستخدم الطاسة اللي فوق بس والله أنا ما استخدمت إلا هي بس، لسه ما استخدمتش بقيته. لإن أنا مش من النوع اللي أنا باستخدم الحاجة كلّها مرّة واحدة، بس من هنا ورايح إن شاء الله هاستخدم، لإن أنا جيت أطلّع حاجات من عندي لقيتها متكسرة والله يا جماعة لقيت الحاجة متكسرة ومتبهدلة. وما استخدمتهاش لسه. فليه هافضل عاينة الحاجة وآجي أطلّعها ألاقيها متكسرة، ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه هي الحاجة نفسها بتقول ارحموني أنتم ما استخدمتونيش فلازمًا تتكسر وتبوظ. اللبانة دي عايزة أقول لكم إن هي حلوة أوي، أوي. وحكاية اللبانة ديّة أنا عملت فيها مرّة واحدة الحليب، عايزة أقول لكم إن هي من كتر شدة الحرارة بتاعتها بقى يفور لوحده. يعني استخدامها بيبقى بطيء جدًا، بتهدّي عليه وقبل ما اللبن يفور كده يعني تحسّي إن هو خلاص قرّب للفوران تقومي طافية بسرعة عليه. طبعًا طقم القهوة بتاعي أو طقم الشاي ده اتكسر، دي الإيد بتاعته اتكسرت فأنا هاجيب لزقة وهالزقها. هاجيب الصمغ، عارفين الصمغ أو المادة اللي بتلزق الحاجات ديّة وهالزقها، يعني ده الإيد بتاعه هاستخدمه. طبعًا ده المَج بتاع فرحي والله يا جماعة، فهو اتكسر فأنا لزقته وجبّسته استخسرت أرميه. طبعًا الطقم بتاعي ده برضه، طقم الشاي بالترمس بتاعه، أنا جيت أبُص لقيته متكسر كلّه ما اتبقاليش إلا 3 فناجين بس منّه، يعني 3 منّه بس اللي موجودين، فأنا قُلت وليه طب ما أنا هاطلّعه واستخدمه.
خلاص بقى ما عادش ينفع إن أنا أعينه. هنا بقى أنا باجيب الخزين بتاعي، دي بقى المكرونة والشعرية والملوخية بقى والفول المدشوش والحاجات دي. طبعا الشتا داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. الشتا بيحب الأكل شوية وبيحب الحاجات اللي احنا جايبينها دي، وكل يوم بقى تغيير وكل يوم بتعملي حاجة جديدة. فالشتا بيحب الحاجات دي جدا. طبعًا أنا ما عنديش البتاعة اللي هي الكبيرة دي اللي بتلف ديّة، يعني مش موجودة عندي، فأنا حطيت بقى حاجتي زي ما هي كده، كده أوسع لي، وواخدة معايا براح جامد عن السلة اللي بيتحط فيها المكرونة والشعرية والحاجات ديّة. كده تمام. حطيت بقى الصلاية المقطقطة بتاعتي الحلوة دي، والصلاية اللي مش مقطقطة ديّة حطيتها جنبها، وكده خلاص رصيت الضلفة بتاعتي. كده بقى طقم السكاكين اللي أنا باقول لكم عليه، اللي شكل الجرانيت أو السيراميك أو أي حاجة، هو شكله بصراحة شيك أوي، فأنا هاحطه في الدرج عشان هاستخدمه، مش هاسيبه. يعني أنا قُلت خلاص قرار بقى مع نفسي، ما عادش ينفع إن أنا أعين أي حاجة. هاطلّع بقى وهاكسّر في حاجتي براحتي يا جماعة، يعني بقى لي 12 سَنة عاينة الحاجة، فهنطلّعها بقى ونفرح بها يا جماعة. ما عادش ينفع بقى نعين، وما عادش أصلًا موضة النيش ده خالص، يعني العيشة عادت غالية، المفروض النيش ده يتلغى خالص، ما عادش يبقى في نيش أصلًا. إحنا بنجيب والله العظيم حاجات بملايين وبنرميها في الفاضي منظر. إحنا لو جبنا شوية أنتيكات وحطيناهم أحسن، هتبقى الأنتيكات أحسن والله، على الأقل مش هتبقى غالية بالطريقة دي برضه. الحاجات اللي إحنا بنجيبها غالية أوي. طبعًا ديّة الكرتونة ديّة اللي أنا باحط فيها كل حاجة أنا مش محتاجاها. ال الشيالات ديّة كانت عندي طبعًا منها، ديّة شيالة كوبايات بأطباقتها، أنا مش محتاجاها طبعًا. الشيالة التانية بتاعة أطباق صغيرة مش محتاجاها في حاجة، يعني قُلت دول أنا مش محتاجاهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلّوا بينا على النبي، أهم حاجة تصلّوا بينا على النبي كده، وتذكروا الله دايمًا طول ما إحنا قاعدين طبعًا، ونسبّح على طول، يعني دي حاجة كويسة كده نزيح عننا الهَم والغَم إن شاء الله، وما نشغلش بالنا بأي حاجة. طبعًا المدارس يعني مخلّيانا مهنجين كلّنا والله يا جماعة، يعني الصحيان بدري والأولاد والشتا داخل وبهدلة جامدة. هنا بقى أنا باورّيكم شكل بقى المطبخ بتاعي، وعايزة أقول لكم يا جماعة لو في أي ملحوظة كده أو حد خَد باله من حاجة وعايزين نغيّرها تعرّفوني طبعًا عشان إن أنا آخُد بالي وأغيّر فيها. طبعًا رأيكم هيفيدني بحاجات كتير، وهاعمل برأيكم أكيد أمّا تطلبوا منّي طبعًا حاجة. أنا باشتري الطقم بتاعي ده بالراحة، يعني بقى لك 12 سَنة عندي، يعني أحافظ عليك برضه. هنا بقى أنا باشتري الطقم بتاعي اللي هو بتاع الشوربة ديّة، وقع منّي المعلقتين اتكسّروا على طول. وعايزة أقول لكم أصلًا إن هو في طبسيتين شوربة مكسورين، وطبق مكسور، وبقيت المعالق متكسّرة، وأنا جايبة لزق ولازقاهم، يعني شُفتوا الصمغ أو الشمع لازقاه، شُفتوا ملزقاه وما رضيتش أرميه والله يا جماعة، قُلت أحطّه منظر بقى كده وخلاص. بس أنا قررت بقى النهارده إن أنا أرميها، يعني شكلها بقى خلاص، وطقم الشوربة بتاعي الحلو ده هاستخدمه. أنا بقى حبيت أوريكم طقم السكاكين بتاعي الحلو ده، يعني أنا عايناه ليه؟ أنا ما كانش عندي مقص، والمقص كانوا العيال كسروه، ورُحت اشتريت مقص وأنا عندي مقص في الشنطة، شُفتوا بقى عشان هي مركونة فكّت من بعضها والله يا جماعة، واللزق بتاعها فَك من بعضه، وكلّها سكاكين يعني غريبة، يعني كلّها سكاكين في الفاضي. معظمنا بنحتاج الحاجات ديّة، فليه بقى يا جماعة إن إحنا نعِن الحاجات ديّة؟ ما نستخدمها، إيه المشكلة أمّا نستخدمها؟ ممكن مثلًا لو أنتِ حابة تعينيها لبنتِك ما فيش أي مشكلة. أنا مش عارفة بقى إن أنتم شايفينّي والّا مش شايفينها كده، فكلّها سكاكين، مش يعني مش إن إحنا نعِن الحاجة دي يا جماعة، والله كل ده في الفاضي بصراحة. بنعِد بقى حاجات في الفاضي. هو المفروض يعني خلاص اتجوّزنا بقى، المفروض ما نجيبش كمية الحاجات اللي إحنا بنجيبها دي كلّها، يعني ما عادش زمنه أصلًا. طبعًا هنا بقى الطقم بتاعي الحلو ده أنا هاطلّعه عشان أستخدمه، يعني هاطلّع منّه حاجة بحاجة، مش هاطلّعه كلّه طبعًا مرّة واحدة.
الطقم شنطة المعالق بتاعتي نفس القصة طبعا هطلعها استخدمها. ده تقريبا بيفتح تونة او علب تونة او حاجات من دي، اللي عارف ده ايه يا جماعة يعرفنا ويقولي. اصل انا بصراحة شايفاه مقص غريب شوية. بيتهيألي كده هي زي الفتاحة كده ان هو بيفتح حاجة مش بيقص حاجة. طبعا انا بجيب لكم الشنطة التانية عشان برضو تقولوا لي ايه رأيكم في شنطة فرحي حلوة. دي شنطة فرحي كأنها شنطة دهب اهيت او شنطة الفلوس يعني. احنا لو خدنا الشنطة هنستخدمها طبعا في الفلوس والحاجات دي. شوفوا هي اصلا بتقوم واقعة الواحدة. دي مساكة زقنطوطة اوي، ضحكين عليا وجايبين لي مساكة زقنطوطة اوي في قلب الشنطة. ودي طبعا اللي هي البتاع. حبيبة فرحانة بيه اوي يا ولاد، والله فرحانة ان انا مطلعة الطقم مطلعة. طب بيكبروا الكرنيب شوية، حاطيني كرنيب زقنطوط اوي ضحكين عليا. طب كويس ان في كرنيب اهوت حلو تاني. وهنا دي ايه دي كازلك كده، بس كازلك في الفاضي يعني ملوش اي لازمة. هنا بقى السكاكين الشوك والمعالق، واكتر حاجة بقى معالق زقنطوطة كتير قوي في الطقم ده. وشوف الشنطة والله، شوفوا عاملة ازاي، شكلها عامل ازاي من بهدلتها من الركنة. والله العظيم هي متقطعة كده من الركنة انا ما بطلعها. انا اول مرة اطلعها معاكم اهيت يعني. شوف دي من ركنتها والله. او مثلا هي كانت مركونة عند الراجل وضحك عليا بقى ولا ايه مش عارفة. بس هي متقطعة كده ومتبهدلة كده من ركنتها والله، لان انا ما طلعتهاش خالص. فالشنطة دي ممكن نستخدمها في حاجات تانية، ممكن نستخدم احنا المعالق والحاجات دي، ونستخدم الشنطة نعين فيها ورق، نعين فيها فلوس، نعين فيها حاجات كتير. ممكن نعين فيها حاجات كتير والله، نستخدمها في حاجات كتير برضو. ومحدش هيعرف هي في قلبها ايه. طبعا بقى انا راح امسح الرخامة بتاعتي، اجيب السلكية بتاعتي الحلوة كده وهدي الرخامة مدس حلو كده يعني. امرشها مرشة حلوة كده طبعا. وبعد من كده بقى همسحها تاني، هي ما يجرالهاش اي حاجة طبعا لما بتغسليها بالسلك كده، وتحس ان هي بتبرق معاكي كده وبتلمع معاكي وجميلة جدا ما شاء الله ما شاء الله يعني يا جماعة. إيه طبعا بقى انا بدعكها دعكة مظبوطة كده الاول. بعد من كده همسحها، بعد من كده هرجع انشفها. مش هحط بقى زيت زي ما هما بيحطوا كده يا جماعة والكلام ده. يعني انا بشوف ناس بتحط زيت على الرخامة عشان الرخامة تلمع معاكي. لا هي كده كده بتلمع معاكي وكده كده ما شاء الله حلوة معاكي. طول ما انت ايدك في الحاجة ما شاء الله عليها يعني الحاجة بتاعتك بتبقى جديدة وجميلة وحلوة اوي. فجربي مش هتخسري اي حاجة يعني. جبت بقى الفرن بتاعي ده، انا مسحته طبعا ورجعته طبعا مكانه، لان انا حابة ان يبقى مكانه في الزاوية كده. وكان مكانه تحت اللندة دي بالظبط. يعني الفيشة ديت معمولة له، او مثلا الخلاط للعجان الحاجات اللي زي دي. فانا حابة ان انا احطه في الجنب كده، او ممكن احطه تحت جنب البوتاجاز بالظبط. بس انا مش حابة احطه عند البوتاجاز خالص عشان الصهد برضو ما يبوظوش كل شوية. اولع البوتاجاز يعني مش ان انا بولعه كتير. بس عايزة اقول لكم يا جماعة والله ما شاء الله هو جميل جدا وعملي جدا يعني مش خسارة فيه الفلوس فعلا. وطبعا الانبوبة غلت اوي اوي يعني. الكانون بقى نستخدم الكانون. وعايزة اقولك يعني احنا بنستخدمه بالكهرباء، هنستخدم الكهرباء الفاتورة غالية برضو قوي. هياها والله. فربنا يعدلنا على الايام دي على خير ان شاء الله، وتجعلها ايام خير وهنا علينا جميعا يا رب ان شاء الله بكده. ايه رايكم بقى في الطقم السكريات بتاعتي ديت؟ ده طقم سكريات. الطقم ده على بعضه والله ما هو غالي ابدا، ده بصراحة سعره عجبني جدا وسعر بسيط يعني. انا روحت المحل بتاع الادوات المنزلية وكنت انا طبعا بجيب الحاجات بتاعه الولاد، فعجبني الطقم ده قوي شكله شيك كده وجميل. هنا بقى السكر حطاه في السكرية بتاعتي ديت. اللي في النص دي بتحط فيها مناديل، بتحط فيها فوطة المطبخ. يعني شكلها شيك جدا وحلوة. طبعا ديت السكرية اللي من غير غطا ديت بتحط فيها النعناع زي ما انتوا شايفين كده، انا حاطه فيها النعناع.
ممكن تحطي فيها أي حاجة تانية غير النعناع، كركديه مثلًا أي حاجة، ممكن مثلًا لو أنتِ جايبة نسكافيه ممكن تحطيه في قلب اللي في النُص دي، حلوة اللي هي عاطية منظر دي. طبعًا بقى طقم القهوة بتاعي ده ما باستغناش عنه، فحطيته هنا بقى مكانه، هنا بقى بعد ما خلّصت المطبخ بتاعي كده وشُفتوا الجمال ما شاء الله حاجة رقيقة وبسيطة، شُفتوا بقى القفل اللي تحت ده ما شاء الله بقى يا جماعة عايزة أقول لكم الله يصلح حاله ويبارك له في اللي اخترع الاختراع ده، حلو جدًا للتلاجة والضلفة، شُفتوا بقى الجمال، أنا رُحت والله مخصوص المحل عشان أجيب القفل ده ما شاء الله جميل بالنسبة ليّا إن أنا عندي طفلة، يعني اللي عنده أطفال يروح محل الأدوات المنزلية يقول له أنا عايز القفل بتاع التلاجة، تقفلي بيه التلاجة، تقفلي بيه الضلفة، وعايزة أقول لكم إن هو مستحيل، مستحيل إن أنتِ تعرفي تفتحي الضلفة تاني، يعني أنا بصراحة مبهورة بيه جدًا وعايزة أجيبه لبقية الضُّلف لإن مالكة مبهدلة لي الحاجة أوي، وبتيجي تفتح الضُّلف وبتشتري بقى الحاجة وبتكسّر فيها. وعايزة أقول لكم أنا باخاف عليها جدًا طبعًا من البوتاجاز، فالضلفة اللي عند البوتاجاز دي اللي خزّنت فيها حاجتي، وقفلتها مخصوص عشان خاطر مليكة ما تجيش عندها تاني، وعشان خاطر البوتاجاز، فدي حاجة طبعًا بسطتني أوي، وهو سعره مش غالي، ده سعره رخيص جدًا يا جماعة والله ما هو غالي خالص، وسعره حلو، أنا ما كنتش عارفة إن هو بالحلاوة دي وبالجمال ده بصراحة، يعني هو فكرة حلوة. أنتِ روحي بس محل الأدوات المنزلية وقولي له أنا عايزة القفل اللي بيقفل التلاجة، هيجيبه لِك على طول وما شاء الله جميل وبتركبيه بكل سهولة خالص، جربوا يا جماعة اللي عنده أطفال زي حالاتي كده وبيعاني منها، مش شرط على فكرة التلاجة ومش شرط المطبخ، ممكن لو كان عندِك ضلفة بار، ممكن لو عندِك ضلفة برّه هو شكله شياكة أصلًا ما بيبانش ولا أي حاجة، ممكن تقفلي بيه أي حاجة. ده الطقم بتاعي بقى الملامين الحلو الجديد ده. طبعًا أنا مصورة لكم فيه قبل كده بس ما كنتش استخدمته كلّه، أنا كنت جايباه وعيناه يا جماعة، فأنا قررت بقى إن أنا أطلّعه وشغّالة فيه طبعًا كُلّاته، باستعمله كُلّاته طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، ما تقعدوش بقى تعلّقوا على كلامي يا جماعة وتقلسوا على كلامي، طبعًا الأطباق التانية ديّة أنا اشتريتها طبعًا زي ما أنا قُلت لكم قدّها باسحب نصيبها، الطبق الصغنطوط اللي في إيدي ده كان جاي لي هدية، كان 3 أطباق جايين لي هدية، فما أقدرش إن أنا أفرّط فيهم أبدًا بصراحة، يعني مهما كان برضه، بس يعني الظروف هتحكم يا جماعة برضه، فأنا حطيته برضه في المطبقية بتاعتي طبعًا القلاية بتاعة البيض الزقنطوطة دي أنا ما استغناش عنها خالص، هي مهما كانت وسخة أو ما بتنضفش بس إحنا هننضفها وهنضبطها وما نستغناش عنها، طبعًا ديّة الخلقة اللي معايا دي أو الفوطة بالفلاحي كده يعني أنا عاملاها طبعًا لتنشيف الحوض واحطها للمواعين، أعصر عليها المواعين. أنا هنا بقى رايحة أغيّر البتاعة بتاعة بتاع اسمه إيه اللي متعلّق في الحيطة ده اسمه إيه يا ولاد فكّروني كده؟ أصل أنا نسيت اسمه، عشان إحنا ما بنشربش منه الفلتر، بصراحة يا جماعة أنا ما باحبش مَيّته خالص بصراحة، فأنا ما كنتش باستخدم المطبخ ده خالص، ما كانش حد بييجي عنده، ما كانش حد بيشرب منه خالص، والله العظيم هي مليانة طينة كده لوحدها، يعني شُفتوا كمية ال المَيّة البتاعة مليانة قرف إزاي اللي في الفلتر، والله لوحدها كده يا جماعة ما كنا بنفتح الحنفية ولا بنستخدم المَيّة خالص بتاعتها، يعني أول مرّة بقى لسه حبيبة دخلت وشربت منها النهارده، قالت لي: "يا ماما ده مَيّته ساقعة وحلوة أوي." طبعًا اشتريت الجهاز بتاعه ده لإني شُفته كان عامل إزاي، يعني كان خلاص وِحِش أوي، أوي. فأنا باحاول إن أنا أقفل فيه أو أفتح فيه مش عارفة هو بيتقفل إزاي، فهو ما بيتقفلش عن كده، فأنا طبعًا سِبته، عايزة أقول لكم إن أنا كان عندي فلتر تاني وكان باظ، كانوا 3 برضه، بس كان بيتحط بقى على الرخامة كان ثابت، ما كانش بيتعلق كده، هو ده المفروض كان يتحط تحت الحوض، بس ما كانش هيطول يتحط تحت الحوض، اللي كان بيركبه لي قال لي: "هاحطه لِك هنا." قُلت له: "ما فيش مشكلة هنا، ما فيش مشكلة." أنا هنا بقى باغسله وبانضّفه كده غسيل نضيف كده وحلو،
جبت بقى الشمعية بتاعتي ديت بتاعة الفلتر وحطيتها له، لأن كنت جايبة اتنين وعيناهم، يعني شوف من بقاله كام سنة، بقاله يجي 5 سنين أو 6 سنين. عايزة أقول لكم إن هي متغيرتش إلا مرة واحدة، ودي تالت مرة، لأن ما كناش بنستخدمه خالص ولا كنا بنشرب منه. أنا كان استخدامي في المطبخ التاني ده، طبعا لسه أول استخدامي في المطبخ ده، فهضطر إن أنا استخدم الفلتر على طول عشان خاطر مليكة بقى. هنا بقى خلاص انا ركبتها وحطيتها، بحاول ان انا بقفل عليها او كده، ده طبعا القفل بتاعها اللي بتقفلي بيه كده. خلاص هي جمدت اهيت وبقت تمام خلاص كده. انا بغسل بقى المفرش اللي انا حطاه ده حته مفرش زقنطوط كده يا جماعه حطاه، يعني انا بحب ان انا احطه كده، اغطي عليه من التراب، لان طبعا التراب بيبهدلنا جدا، فلازم نحافظ على الحاجه زي ما انا قلت لكم. ديت خلاص ما عادش لها اي لازمه عندي، فانا بقى اشتلتها ورميتها كده خلاص. هعين برضو المفتاح بتاعي ده اللي بيفتح وبيقفل، هعينه. انا بقى بغسل حوالين الحنفيه كده وبغسله كده، وبغسل الحنفيه غسيل حلو. وبغسل الحوض بتاعي كده وانشفه، انا بحب اغسله وانشفه كده يا جماعه، ما شاء الله بيبقى حلو جدا. وهنا بقى حاطه الكوبايات وحاطه طقم التوزيع بتاعي. دي طبعا طقم التوزيع بتاعي، انا ما عنديش الا الطقم ده، ما عنديش طبعا اللي هو السيليكون والحاجات اللي الفاضية التانية ديت، هو ما فيش احسن من السلستين الحلو ده. انا بغسل طبعا هنا الحيطة، وبعد من كده هنشفها، وبعد من كده طبعا هقول لكم بقى هنعمل ايه. هنجهز بقى ايه العشاء بتاعنا، ان احنا خلاص كنا دخلنا على العشاء خلاص، يعني كنا اتأخرنا شوية في الغدا، فقلت بقى اما اجهز بقى وانا واقفه كده، اعمل النظافه بتاعه مطبخي كده وانا واقفه. وما تنسوش طبعا تقولوا لي ايه رايكم في المطبخ وفي نظافته، وما تنسوش طبعا تقولوا لي احب ان انا اغير لكم ايه، او نظافته حلوه ولا لا، عايزين اي حاجه تانية اغيرها فيه، مفيش اي مشكله ممكن اغيره. هستنى طبعا رايكم. يعني انا مبسوطه ان انا بعمل في المطبخ بتاعي ده طبعا، ومبسوطه ان انا اشتغلت فيه، وهو تغيير شوية، يعني ايه مليت طبعا من المطبخ الصغير، فقلت لا لازم أنا بقى ما بخلش عليكم يا حبايبي، وان انا ابقى معاكم في المطبخ بتاعي المتواضع ده. يعني ده متواضع وحاجة بسيطة كده وحاجة على قدنا كده يا جماعة، بس هو حلو ومرتاحة طبعا فيه، كل واحد بقى بيرتاح في حاجته وفي حتته وفي مكانه. انا بقى بنشفها تنشيفة حلوة كده، وكده بقى خلصت. عايزة اقول لكم بقى في اخر الفيديو هتشوفوا بقى ايه حاجة هتعجبكم جدا وحاجة هتبهركم اوي اوي اوي، بس يا ترى تعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيها ايه وحلوة ولا لا. هنا بقى خلصت خلاص اهوت، وغسلت بقى الحوض وشكله بقى بيلمع زي العسل زي ما انتم شايفين كده، مش احسن من حلاوة والنظافة ديت. جبت بقى كرنبين شوربة كده حلوين بتاع البطاية، وحطيت طبعا شوية ملوخية كده، حبيت اشوفها تقيلة ولا خفيفة، فبظبطها معايا طبعا، يعني اظبطها ضبطة حلوة كده معايا. انا طبعا معرفش ان انا مغطية على الكاميرا خالص، يعني الطرحة بتاعتي مغطية على الكاميرا خالص، يعني عمالة تيجي فيها ولا ايه ده، مش عارفة بصراحة. إيه بعد من كده بقى انا خلاص كده قطعت بقى التوم، يعني هرست التوم، وجبت معلقة سمنة بلدي وحطيتها للتوم. يعني انا مش عارفة هي الاضاءة بتعمل كده ليه بصراحة، والله يا جماعة، يعني ده من انا بقى ولا من ايه اللغوشة اللي انتوا شايفينها ديت، ولا كانت في حاجة على الكاميرا بقى ولا ايه. لا دي حاجة غريبة شوية، انا دي حاجة مخليني مستغربة. حطيت طبعا بقى الطاسة بتاعت الزقنطوطة الحلوة ديت بالطريقة ديت، وحطيت بقى معلقة سمنة بلدي، حطيت الفصين التوم. انا طبعا ما بحمرش التوم، انا بشوحه كده، يعني تشويحة كده، يعني لون بسيط، مش ان انا احمره قوي، يعني مش انني اغمق التومة لا،
اخلي التومة فاتحة كده يبقى ريحتها مفحفحة كده الملوخية وحلو. طبعا جبت شوية كزبرة وحطيتهم على التومة بعد ما هي اتشوحت كده تتشوح معاها. حطيتها بقى بالطريقة ديت. بعد من كده خلاص جبت بقى ال- الملوخية بتاعتي حطيتها على العين تاني وطشيت الطشة بقى عليها كده بالطريقة دي. ما شاء الله كانت ريحتها طالعة حلوة أوي أوي. ما شاء الله ما شاء الله بصراحة، وكانت حلوة أوي أوي بصراحة يعني. العيال كانوا مبسوطين أوي 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 بالملوخية. حطيتها بقى بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. بعد من كده بقى خلاص كده بقى جهزت الغدا بتاعي. بقى رايحين نتغدى. متنسوش تبقوا تتغدوا معانا يا جماعة، تعالوا اتغدوا معانا بألف هنا. والأكل هيعجبكم أوي والله. أنا شاطرة أوي أوي يعني يا جماعة في الطبيخ. قلت بقى ما ينفعش اسيب البوتاجاز بتاعي كده. قلت لا، انضف البوتاجاز بقى يعني انضف المطبخ واسيب البوتاجاز. غسلت بقى البوتاجاز بتاعي غسلة حلوة كده بالسلكاية. بعد من كده طبعا اشتلت اللزق اللي انا حطاه على البوتاجاز ده وحطيت واحدة تانية اللي انا جايباها. هو البوتاجاز ما كانش محتاج منظف بوتاجازات ولا اي حاجة، عشان كده انا دعكته بالسلكة لان انا بنضفه على طول. وطبعا انا ما بستخدمش العيون كلها، انا بحب ان انا استخدم العينتين اللي قدام دول بس. هحاول ان انا استخدم اللي ورا عشان خاطر مليكة طبعا يا جماعة، اخاف عليها برضو. هنا بقى بعد ما خلصت بقى غسيل البوتاجاز بتاعي، بحط بقى اللزقة بتاعتي. وبعد من كده بقى تشوفوا المطبخ هيعجبكم اوي اوي. زي ما بصراحة يعني انا بحب لما احب انضف الحاجة ببقى مبسوطة بقى او مبهورة بقى او والله يا جماعة. بحس ان انا عملت تغيير، بحس ان انا عملت مجهود حلو. بيبقى مجهود جميل جدا. انا مطولة عليكم الفيديو قوي، معلش انا اسفة والله على تطول الفيديو. معرفش ان هو هيطول عليكم قوي كده. ايه رأيكم بقى في اللزقة بتاعتي دي وفي الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. بقى المطبخ حكاية يعني. لو انتوا خدتوا بالكم من حاجة في المطبخ عرفوني. وده كان الغدا بتاعي بعد ما خلصت طبعا. ده كان منظر الرز بتاعي، كان ما شاء الله جميل. انا حاطه طبعا الترابيزه ديت بالكراسي في المطبخ عشان ناكل عليها طبعا. ما شاء الله طبعا يا جماعه ما شاء الله. الاكل كان حلو وكان ريحته طالعه حلوه جدا يعني معمول. يعني والله انا كنت واقفه في المطبخ المغرب، انا طبخه المغرب والله يا جماعه. يعني الكلام ده كله كان المغرب. وتقولوا لي ايه رايكم بقى في الحاجه بتاعتي دي في المطبخ بتاعي. تعالوا بقى اخر حاجة بقى معايا يعني. دي حاجة بقى تتبسطوا بقى أوي وتبهركوا أوي وتبسط الولاد وتشجعهم ان هم يعملوا كده. انا طبعا عندي الازاز ديت، جبت ازازتين زي ما انتوا شايفين كده. فتحت الغطيان بتاعتهم من فوق. خرمتها كده من فوق. يعني مش ان انا افتح الغطا واحط كل شوية الفلوس. عملتها لهم زي حصالة. هم حبوا ان هم يعني ملكة جاية عمالة تشد فيه. حبوا ان هم يا جماعة يحوشوا. طبعا هما في الدراسة الوقت في المدارس، فكل واحد فيهم قال يا ماما احنا عايزين نشوف مين فينا اللي هيحوش اكتر من التاني. فطبعا انا جبت لهم الازاز ديت وهغلفها لهم، هقفلها خالص باللزق عشان محدش يفتحها خالص من ورايا. وهكتب على كل ازازة اسمه عشان خاطر اشوف مين فيهم اللي حوش اكتر من التاني. عشان ما يشكلوش في الاخر ويقولك لا الازازه دي بتاعتي لا الازازه دي بتاعتي. طبعا انا هساعد حبيبه وهحوش مع حبيبه، ولا هحوش مع مليكه لوحدها. دي ازازه حبيبه ودي ازازه وليد. ايه رايكم في الحصاله بتاعتي المتواضعه ديت؟ حصاله حلوه وجميله. وهنلزقها ببلاستر من فوق نقفلها خالص ونكتب عليها الاسامي. وطبعا لما تتملى خالص نبقى نفتح الازازه بتاعتنا ونشوف. عايزه اقول لكم بقى تعالوا اوريكم حاجه بقى يا جماعه. اخر حاجه ايه رايكم بقى في الشغل الحلو العسل ده سفرة. ده سراير اطفال. قولوا لي ايه رايكم بقى عشان اعمل السراير بتاعتي زيها اغيرها. طبعا ده الدولاب، ده السرير قصدي.